السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم تاني في قناة بورصة ترند. النهاردة هنحلل مع بعض سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية أو زي ما بنسميه سهم أمو. السهم ده فيه شغل كتير جدا جدا النهاردة، فعايزك تركز معايا لأن السهم حركته على الفريمات الكبيرة هي ليها شكل، وحركته على الفريمات الصغيرة شكل تاني خالص، فمحتاج تركيز منك ومحتاج شغل لو عايز تدخل في السهم ده. السهم ده لو بصينا كده على فريم الساعة أو على مدة زمنية واسعة وطويلة كده، هنلاقي السهم ده كان في اتجاه صاعد. السهم ده عندنا كان في اتجاه صاعد بحيث إن هو عمل هنا قمة، بعدين عمل قاع، بعدين كسر القمة دي، ولكن رجع كسر القاع ده، وده إن دل على شيء يدل على إن السهم دلوقتي بقى في اتجاه هابط. طيب السهم وهو في اتجاه هابط هنلاقي السهم عمل قناة سعرية طويلة جدًا، 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 بس لسه ما كسرش القاع ده عندي، بالتالي هو لسه في اتجاه هابط، ولسه الهدف بتاعه على المدى البعيد إن هو يكسر القاع ده، طبعًا إلا إذا الاتجاه اتغير وبقى صاعد، فهو هدفه إن هو يكسر القاع ده لأن ده القاع الضعيف بالنسبة لي، ولكن شُفنا إن هو قام عامل دلوقتي إيه، كسر القناة السعرية اللي هابطة عندي لفوق. طيب ده ليه احتمالين. الاحتمال الأولاني والواقعي إن هو بيكون عامل كده تجميع للسيولة، وبرضه المنطقة دي فيها سيولة عالية جدًا، يجمّع السيولة لحد مثلًا المنطقة اللي هنا دي، وبعد كده أول ما يوصل للمنطقة دي يبدأ يهبط تاني خلاص يكسر القاع اللي تحت اللي اتفقنا عليه، أو تكون دي فعلًا بداية لموجة صاعدة هيغيّر فيها الاتجاه ويكون الاقتصاد أو الشركة دي بتتعافى وهتتارجت إن هي تغيّر اتجاهها بإنها تكسر القمة اللي كانت قوية هنا، وتغيّر الاتجاه وتكمّل صعودها لحد القمة اللي بعدها هنا. طيب ده بالنسبة للframe أو ده بالنسبة للاستثمار، فأنا يعني اتجاهي الاستثماري دلوقتي ما أقدرش فعلًا أحدد إذا كان في مناطق شرائية قوية للسهم لحد ما أعرف إذا كان السهم هييجي يختبر المنطقة دي تاني هيكسرها والّا مش هيكسرها. طب إيه اللي أنا ممكن أحدده؟ ممكن أحدد على المدى المتوسط أو المدى القريب السهم ده عايز يتجه لفين، وده هدفنا كله من تحليلاتنا إحنا نعرف السهم عايز يروح فين. وقرار الدخول بالشرا أو خروج بالبيع ده قرارك أنت ومسؤوليتك أنت الشخصية، أنا ما عليّا إلا إن أنا أدّيك ترجيح إن شاء الله السهم حركته الفترة الجاية هتكون فين. طيب هننزل كده مع بعض على فريم الساعة وهنلاقي إن السهم عندنا بدأ يعمل حركة تصاعدية أو حركة صعود بعد ما كسر هنا فعلًا القناة السعرية. السهم زي ما حضراتكم شايفين كان في الأول هنا كده عمّال يهبط في حركات داخلية، أدي هبوط، أدي صعود، وأدي هبوط كسر القاع ده، وبعدين صعود، بعدين هبوط تاني كسر القاع، بعدين قام مغيّر اتجاهه وكاسر القمة عند الخط اللي أنا محدده لكم ده، وخرجها أو اخترق القناة السعرية بموجة دافعة قوية جدًا، جدًا، جدًا امتدت لكذا يوم زي ما حضراتكم شايفين. الموجة قعدت حوالي 11 يوم في صعود تام، السعر ده وعمل صعود كبير جدًا بحوالي 40%، فده ما بيجيش من فراغ يعني، ده بيكون ليه معنى أو ليه هدف، هدف إن دخول مشتري قوي جدًا في المنطقة دي فعلًا، وده سحب السعر معانا لفوق إن هو كسر القناة السعرية وكسر القمة السابقة وغيّر الاتجاه الداخلي، وإحنا هنا لو بنتكلم على الاتجاه الداخلي بنتكلم على الاستثمار قصير المدى أو متوسط المدى. طيب أنا مستني منه إيه دلوقتي؟ هو رجع صحّح وبدأ يعمل تغيير اتجاه من الحتّة دي في المرحلة أو في الاتجاه الداخلي كمان جوّه فريم الساعة، إن هو بدل ما كان زي ما حضراتكم شايفين كده بدأ يصحّح كده هبوط، قاع وقمة وقاع وقمة وقاع تاني، قام مغيّر الاتجاه هنا، ولكن ما قدرش إن هو يوصل لحد القمة السابقة اللي موجودة قدّام حضراتكم فوق هنا، فقام عامل إيه، قال لك لأ كده السهم هينزل تحت يسحب سيولة كمان. طَب إيه أقرب سيولة ممكن يسحبها؟ هي سيولة القاع اللي موجود هنا ده. يبقى أنا كده متوقع السهم ينزل ياخد قاع ده يسحب سيولته. إزاي الكلام ده؟ عن طريق إن أنا عندي هنا فعلًا أوردرات بيع كتير وأوردرات شرا برضه، يعتبر دي أكتر منطقة فيها أوردرات شرا، فهو علشان يكسر أو يسحب السيولة لازم ينزل ياخد الحتة دي، يوقّف كل الناس اللي شارية من المنطقة دي يطلّعهم بخسارة، بحيث إن هو يسحب السهم زيادة للمنطقة اللي تحت دي، هي منطقة الدعم اللي برضه فيها مناطق شرائية قوية أو أحجام شرائية قوية، ويبدأ يطلع بيه المنطقة دي فوق. طيب أنا متوقع منه إيه؟ متوقع جدًا، جدًا الأسبوع اللي جاي إن السهم ده يكسر القاع اللي متحدد قدّام حضراتكم هنا، أو خط السيولة اللي أنا عامله ده، يكسر المنطقة دي لحد منطقة الدعم اللي موجودة في المنطقة دي، ومن هنا يبدأ يعكس اتجاهه ويكون هدفنا الأول إن شاء الله هي القمة اللي فاتت الداخلية، لسه بنتكلم على القمة الداخلية اللي هي موجودة هنا دي، وده كده هيكون عندنا ربح إن شاء الله بنتكلم في حوالي ربح 20%. طبعًا الكلام ده بعد ما نشوف أي دخول مشتري أو أي شمعة ابتلاعية شرائية قوية في المنطقة دي،
أو حتى أي حاجة على مؤشر القوة النسبية أو مؤشر الزخم بتدعم إن يكون في صعود في المنطقة دي. تاني حاجة بقى اللي يتمم لي أو يأكد لي الصعود على فترات بعيدة المدى شوية، إن أنا أشوف بعد ما يكسر المنطقة دي السهم يكمل صعود ويكسر المنطقة اللي فوقيها اللي هي القاع اللي هي القمة، لا مؤاخذة القمة اللي اتكونت بعد الموجة الدافعة، ده يأكد لي وجود آه دفعة أو قوة شرائية دافعة أقوى من كده، وهنستنى السهم ياخدنا بعدها لمنطقة الدعم اللي لسه محددينها مع بعض فوق على فريم اليومي أو فريم ال4 ساعات اللي هي المنطقة دي. في حالة إن إحنا وصلنا هنا أنا يعني شخصيًا هأمِّن على قد ما أقدر، وأستنى أشوف الreaction اللي هيحصل من هنا، الreaction اللي هيحصل من المنطقة دي هيكون reaction قوي جدًا، 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 وهو اللي هيحدد سواء السهم هيطلع لفوق ويكمل صعود، أو هيفضل مكمل المرحلة الهبوط على المدى البعيد اللي هو أصلًا موجود فيها دلوقتي. يبقى إحنا كده هدفنا على المدى المتوسط إن أنا أستنى السهم ينزل المنطقة اللي إحنا حددناها سوا هنا دي، وبعد ما بعد ما استنى المنطقة اللي اتحددت هنا دي، ولقيت فرصة شراء هاشتري بهدف أول 20% والهدف التاني اللي فوق، وأنا ممكن أأمِّن صفقتي أأمِّنها من هنا، وآخد السهم لحد المنطقة اللي إحنا متوقعين منها الارتداد. في أي سهم تاني محتاجين تحللوه يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وfollow وshare، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.